اي حد حابب يبدا يقدم خدمات ويشتغل على منصه خمسات اكيد بيسال نفسه السؤال ده: هل ممكن اعتمد على شغل منصه خمسات كشغل اساسي في حياتي بدخل اساسي، ام بس اعتمد عليه على انه دخل اضافي؟ علشان نقدر نساعدك ونجاوبك على الاسئله دي بناء على خبرتي في منصه خمسات، والحمد لله قدرت انجز فيها اكتر من 150 خدمه على منصه خمسات لاكتر من 130 عميل بتقييم 5 نجوم لكل عميل. فخليك متابع معانا الفيديو للنهايه. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. منصة خمسات يا صديقي هي اشهر منصة عربية لتقديم الخدمات المصغرة زي الجرافيك ديزاين وكتابة المحتوى والتسويق الالكتروني وحتى البرمجة وحاجات تانية كتير، وده معناه ان المنافسة فيها عالية برضو بين المستقلين او الفريلانسرز الموجودين على المنصة، ومعناه كمان ان الفرص فيه كتير وحجم الطلب على الخدمات الموجودة فيه كتيرة برضو من المشترين. طيب خلينا نجاوب على اول جزء من السؤال، وهو هل ممكن اعتمد على الشغل في منصة خمسات كشغل اساسي ودخل اساسي في حياتي ولا لا؟ وعلشان نقدر نحدد الاجابه على السؤال ده لازم الاول نحدد شخصيه سائل السؤال. بمعنى ان لو اللي بيسال السؤال ده ربة منزل بتساعد جوزها مثلا او بتساعد زوجها، فده بالنسبه لها شغل اساسي. كمان لو اللي بيسال ده طالب او طالبه مش قادرين يشتغلوا 8 ساعات في اليوم، فبالتالي ده بالنسبه لهم برضه هيكون شغل اساسي بجانب دراستهم، لان هم ما عندهمش اختيار تاني، واي فلوس هتيجي من موقع خمسات بالنسبه لهم هتكون ذو قيمه كبيره بالنسبه لهم. وقيس على ده اي مثال شبه كده. لكن لو انت زي حالاتي عندك التزامات ومسؤوليات، فمن وجهه نظري الشخصيه وبناء على تجاربي في منصه خمسات انصحك انك تعتمد على منصه خمسات كدخل اضافي. يعني ما تسيبش شغلك الاساسي علشان تتفرغ للشغل على منصه خمسات. ولكن هل معنى كده ان الفلوس اللي بتيجي من منصه خمسات قليله او مش كتيره؟ والله يا صديقي هتختلف من شخص للتاني ومن مجال للتاني. في الاخر دي ارزاق. يعني في واحد مثلا ممكن يعمل في الشهر $200 والشهر التاني يعمل $50 بس، والشهر اللي بعده يعمل $500. ولكن في النهايه هيفضل موقع خمسات مكان هتبذل فيه مجهود وهيعود عليك دخل منه بالدولار. وخد بالك انت ممكن تبدا تعتمد على خمسات كدخل اضافي بالنسبه لك، لكن بعد كده ربنا يكرمك ويكون هو مصدر رزقك الاساسي. كل واحد فينا عنده تجربته الشخصيه وظروفه الخاصه، وعلشان كده ما ينفعش تاخد براي حد بشكل قاطع. برضه لازم تحط ظروفك انت والتزاماتك علشان تقدر تجاوب على السؤال ده بما يتناسب وظروفك انت. طيب لو انا لسه في البدايه، ليه خمسات اعتمد عليه كدخل اضافي؟ لانه هيديك فرصه كويسه جدا ان انت تحقق فلوس اضافيه جنب شغلك الاساسي، يعني مصدر دخل اضافي بالنسبه لك. كمان هيكون عندك حريه اختيار الوقت اللي انت تشتغل فيه على المنصه، بس اوعى تنسى الديدلاين او مواعيد تسليم الشغل بتاعك للعملاء. كمان فكره انك شغال على خمسات كدخل اضافي مش هيحطك تحت ضغط انك لازم تحقق منه دخل ثابت كل شهر. انت كده عندك شغلك الاساسي، وبالنسبه لك خمسات هو دخل اضافي كتير خير وبركه، قليل مش هيأثر عليا في حاجه. كمان فكره انك تبدا شغل على خمسات كدخل اضافي دي ممكن تكون البدايه او بدايه كويسه ليك انك تبدا تنقل شغلك كله يبقى بشكل حر او تبقى فريلانسر بشكل كامل. وفي فيديوهات كتير نزلناها على القناه الفتره اللي فاتت بتتكلم او هتساعدك بشكل كبير جدا انك تجيب اول عميل لو لسه ما جبتش اول عميل على المنصه، وكمان هتساعدك تبعد عن المنافسه الشديده الموجوده في منصه خمسات. ادخل القناه وقلب فيها وشوف الفيديوهات اللي فيها، وان شاء الله هتساعدك بشكل كبير وهتفرق معاك. وفي النهايه سواء قررت تشتغل على خمسات كشغل اساسي او كدخل اضافي بالنسبه لك، لازم تاخد بالك ان انت تقدم شغل احترافي للعملاء بتوعك. وبس كده يا صديقي، ده كان فيديو النهارده. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن منصه خمسات وعن الفريلانس، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. بالتوفيق لك يا صديقي، سلام.